قناة الخطيب الصنعاني تقدم صفات المتقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخف عليهم وإن تغيرت الدنيا وإن تبدلت الأحوال والأوضاع، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن أطبق الله السماوات على الأرض قال سبحانه وتعالى: يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال: ولو أطبق الله السماوات على الأرض لجعل الله عز وجل للمتقين فرجا ومخرجا. لا تخف لا تحزن على المتقين والصالحين، فإنهم في حفظ الله جل وعلا وفي رعايته ويكلأهم الجبار جل جلاله في الليل والنهار. قال: فرفضت أن آكل وجلست عند قدميهما وكرهت أن أوقظهما تأدبا معهما. لم يوقظهما ولم يقل قوما كلا اشربا ويزعجهما من نومهما، بل جلس عند قدميهما. خطبة قيمة مؤثرة لشيخنا البليغ المؤثر أبي الحسين الصنعاني حفظه الله ورعاه في 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 46 و400 هجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إذا نزل بك هذه اللذات وأنت تنظر إلى الدنيا آخر النظرات، إذا جاءك الموت الذي لا بد منه في هذه اللحظات، يكرم الله المتقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأتيه الملائكة عند موته تبشره: لا تخف لا تحزن، أنت متقي، أنت كنت مع المتقين والصالحين في الدنيا. لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولا نظير له ولا ند له، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تدرك الأبصار كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معاشر المسلمين،
اعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخف عليهم وإن تغيرت الدنيا وإن تبدلت الأحوال والأوضاع، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإن أطبق الله السماوات على الأرض. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: ولو أطبق الله السماوات على الأرض لجعل الله عز وجل للمتقين فرجا ومخرجا. لا تخف، لا تحزن على المتقين والصالحين، فإنهم في حفظ الله جل وعلا وفي رعايته، ويكلأهم الجبار جل جلاله في الليل والنهار. وتعالوا لننظر إلى المتقين في الدنيا، لا خوف عليهم، في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة رجال انطلقوا حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا هذا الغار فانحدرت صخرة على ذلكم الغار فسدت عليهم الغار. مصيبة وطامة وموقف حرج من المصائب والمطبات التي يلاقيها ويواجهها المسلم في يومه وفي أيامه. ولنبلونكم فهذه الدار دار ابتلاءات، ولكن المتقين يجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا. فقال بعضهم إلى بعض: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، بالأعمال الصالحة، بالصلاة، بالزكاة، بالحج والصيام والعمرة وقراءة القرآن وبر الوالدين والعفاف والأخلاق والأمانة. هذه أعمال صالحة يفرج الله عز وجل عليك بها في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ادعوا الله، ومن أسباب الفرج والمخرج الدعاء. فيا من أصابتك الهموم، ويا من أصابتك الغموم، ويا من تسلط عليك الأعداء، عليك برب الأرض والسماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ارفع يديك إلى ربك ومولاك وتبتل إليه تبتيلا، واشك همك وغمك، وضع مسائلك بين يديه سبحانه وتعالى. ادعوا الله بصالح أعمالكم. الدعاء من أعظم عبادات المتقين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فجاء الأول ودعا وقال: اللهم إنه كان لي أبوان
شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان له والدان وكان لا يأكل ولا يطعم ولا يشرب قبل أبويه، لا هو ولا أبناؤه ولا عماله، لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان طائعا لوالديه، كان بارا بوالديه، وبر الوالدين من أعمال المتقين. فإذا كنت بارا بوالديك لا خوف عليك، لا خوف عليك ولا حزن ولا بؤس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كنت بارا بوالديك أبشر بحفظ الله جل وعلا ورعايته. بر الوالدين، كم من الآباء يشتكون عقوق أبنائهم